not quite out of 5. Am I doing this right? Late. I'm always the last one to stay. I shouldn't do and shouldn't say. Running from the light. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم هنا في ظل هذه الأجواء الجميلة التي ستكون مباراة اليوم بالتأكيد ممتعة. وهذه تحياتي محدثكم فارس عوض لهذه المباراة. نريدها مباراة مليئة بالإثارة والندية والتنافس بين الفريقين. الملكي ريال مدريد يواجه فريق برشلونة. نريد أن نمضي وقتا رائعا في متابعة هذا اللقاء في ظل هذه الأجواء الجميلة. نريدها مباراة ممتعة ومثيرة. تدخل بكل قوة. إدريسا جاي. ريال مدريد يفقد الاستحواذ الآن. هازارد. افتكاك ممتاز في ال18. إيدينسون كافاني. كرة مع ريكاردو كاكا وهنا يحدث تحول في السيطرة. الحارس يتصدى للكرة بدون صعوبات. إدريسا جاي. كاكا. كافاني. صافرة وخطأ لمصلحة ريال مدريد. فرصة خطيرة هنا. ما زالت خطيرة. هدف أول في المباراة عن طريق إيدن هازارد. هدف بمجهود فردي حقيقة. توغل، تقدم، استغل المساحات، عدم انضباط المدافعين، توج جهوده في النهاية، وضع الكرة في الشباك. هدف رائع بمجهود غير عادي. إيدن هازارد. والكرة بتضيع في هذه اللحظات. يتقدم بثبات إلى داخل مناطق المنافس. الحلول أمامه في الهجوم. فلاهوفيتش. إيدن هازارد. يفقدون الكرة في هذه اللحظات. إذن الصافرة تعلن نهاية الشوط المباراة الأول. استراحة قصيرة نعود بعدها لنتابع أحداث. ضربة بداية الشوط الثاني من اللقاء. البارسا تقدم هنا لكنها نتيجة غير حاسمة للانتصار. الكرة تقترب من دفاعات الخصم. يا الله، تعقدت الأمور. حكم يحتسب ركلة جزاء. قد كرة خطيرة تصل إلى زيكو ويسجل من علامة الجزاء. شوف الإعادة، أي قوة، وكأنه يريد الانتقام، وكأنها آخر تسديدة في حياته. لم تفتقد الكرة إلى الدقة رغم هذه القوة. حقيقة الحارس لم يكن لديه فرصة للتصدي. توقع سليم في قطع هذه الكرة. روبن أولسون. ترينت ألكسندر أرنولد. تمرير الخلفي لحارس المرمى. اعتراض ناجح لهذه اللقطة. عشرين دقيقة كل ما تبقى على نهاية أحداث اللقاء. كرة عرضية يحاول تغيير اتجاه اللعب للجانب الآخر. ممتاز التحرك لدعم الهجوم في اللقطة. زيكو.
الله على التدخل. كرة تعود إلى ريال مدريد. فلاهوفيتش، كرة بتضيع من جانب برشلونة. دقيقتين فقط ويعلن حكم المباراة نهاية اللقاء. وتنطلق في هذه اللحظات صافرة النهاية معلنة عن خسارة ريال مدريد اليوم. الفريق لم يتمكن من فرض نفسه في الملعب وارتكب أخطاء كثيرة كلفت الخسارة بفرق هدفين. من المهم جدا بأن يقف على الخلل ونحاول